بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم بنات؟ نتمنى فيديو اليوم نلقاكم بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم راح تكون شيشه فريك بسكريه. اول حاجه هنا راح نبدا بالمرق. ديري قطع من اللحم او الدجاج اللي عندك واللي متوفر عندك. هنايا تقريبا راس ثوم. هنا الشيشه فريك تحب الثوم، كثري ثوم على قد ما تقدري في المرحله الاولى والمرحله الثانيه. انا عندي حبه كبار من طماطم كنت رحيتهم في الاشواغ، رحيتهم مليح. الناس ما راح نديو غير اللحم فقط. وندير الملح دوار حانوت ملعقه كبيره، وملعقه من تقريبا نقول ملعقه ممسوحه من فلفل احمر حار، وكركم وكزبر وقنطس. القنطس يخليها تجي توزوز، وملعقه ونص من طماطم مصفره، والزيت. الشيشه فريك ما تجيهاش البصله، تجي غير بالثوم، وتجي ثوم كميه مليحه، يعني يعطيها الثوم ما تقصريش. يعني ضروري انه الثوم كميه مليحه باش يجينا اللحم تاعنا بنين والشيشه تاعنا تجي مفوحه بنينه. هنا عندي الحمص مرنخ وماهوش طايب، يعني مرنخ برك في الماء. الفول عندك الفول يابس دير، نقعي قبل بوقت ولا غلي شويه في الماء. ما عندكش، انا عندي فول اخضر هذا مخبياته، درت بالفول الاخضر عادي، اقضي باللي كان. هنايا ثاني راح نخليها تتقلى. هذه المرحله الثانيه عندي حبات كبار ثاني من الطماطم وفلفلات عربي وكميه مليحه ثاني من الثوم، وراح نرحيهم في الاشواق. ما نرحيهمش ماء، غير نكسرهم برك، لانه بك الوصفه هذه ما كانوش يرحوا بالاشواق، كانوا يهرسوا بالمهراس. يعني كيما هك انا هنايا حبيت نوري لك فقط، يعني درت في الاشواق هنا زوز قرون فلفل ولا قرن واحد فلفل هرسته، وتقدري تهرسي الثوم والفلفل بالمهراس والطماطم تمرسيها في يدك. كانوا يديروا كيما هكا تاع بكري، ما كانوش يديروا بالاشواق والروبو. هذه هي. وهنا راح نزيد المكونات الاخرى. هنايا عندي بوفجوغ ديجا كنت فايت وشاركتكم معاكم الطريقه. البوفجوغ ديجا فيه كميه مليحه من الملح، اذا كانوا مالح ياسر وكثرتي الملح في الاول اغسليه وصفيه. انا ما غسلتوش لانه ما درتش ملح ياسر. وعندي كاس من شيشه فريك، هذا هو شكلها. يعني كي نجو نخدموا عولة الفريك وندشوه عند الرحاي، كي ندشوه نجيبوه للدار نغربلوه، نخرجوا منه الجاري اللي هو شربة فريك، ونخرجوا منه الشيشة الفريك اللي هي هذه اللي تكون خشينة، ونطيبوها بهذه الطريقة. راح نغسل مليح هذيك الشيشة ونضيفها على الطماطم والثوم والفلفل الحار والبوفجوغ. راح نخليها هذه تستنى من بعد خلاص حتى يطيب اللحم باش نضيفها. هنايا وتقلل اللحم مليح وتلقى كيما نقول حنا طلع لي دام تاعها خلاص. راح نمرقوا الماء يكون سخون. راح نمرق بالمرق الكافي ونقفل عليها لاكوكوت، نخليه حتى اللحم يطيب مليح. العجين هنايا اكيد كنت سميد، درت له عجنته بالماء ودرت له شويه ملح ونعجنه بهذه الطريقه. يعني الرقاق عن طريقه راهي واضحه، وكنت فايت ودرت معكم فيديو مخصص غير على الرقاق فقط، يعني على التريد، ولا كان اللي يقولوا تريد كان اللي يقولوا شخشوخه، كل واحد وش يقول، بس احنا نقولوا له الرقاق. فالطريقه واضحه وبالتفصيل، وحتى المقدار الماء عطيته لكم. يعني اذا حبيتوا تشوفوا الطريقه تاع الرقاق وكيفاش نعجنه وكيفاش يعني كيما نقول احنا كميه الماء وكيفاش تلوحيه وكيفاش تخبيه تخزنيه، فراح نخلي لكم هنا في اذا حبيتوا تروحوا تشوفوه. يعني درته في فيديو وحده لانه كاين وصفات تقليديه ياسر بالورق تاع الشخشوقه ولا ورق تاع الرقاق. يعني كما نقولوا حنا تشيشه مرمز، تشيشه فريك، حسوه، شخشوخه، قداش طريقه. يعني مش كل وصفه غنحط معها الرقاق، درته في فيديو وحده. والمرق اكيد يختلف. هنايا بعد ما طاب اللحم راح نحيه وراح نضيف الطماطم مع البوفجوغ مع شيشه الفريك، المكونات والثوم اللي درناه، هذه كمرحله الاخيره. هنا الشيشه ما تديش وقت، يعني يا ربي واحد 12 دقيقه هكاك. هنا اذا شفتيها المرق نتاعك يعني ناقص، تقدري تزيدي كاس ماء
وذوقيها يعني في الطماطم ناقصة ماشي ناقصة، يعني كيما يعني انت عينك ميزانك، ما تجيش خاثرة اللقمة وما تجيش خفيفة، ما كي تسقيها تعود معجنة، لا هذه هي. هنا غير مجرد ملوحة راح نخليها تغلي، دبشة قطعتها هكا شوية شوية، وقرن فلفل عربي. هذه هي وصفة من وصفاتنا التقليدية، الوصفة المسكرية. من الوصفات اللي طلعت الرجال والحراير، يعني كانوا اصلا بكري كانوا يعني هذه هي وصفاتهم، يعني هذه هي مأكولاتهم اليومية. الغدا نتاعهم تشيشة، شخشوخة، بربوشة. ما كانش هذا الماكلة نتاعنا احنا تاع دركا تاع اولادنا، دركا تاع هذه الأكلات السريعة. فكانوا لاباس عليهم وكانوا صحاحوا ببارك ما شاء الله. الراجل خرج راجل والمرأة خرجت امرأة وصحاحوا لاباس عليهم. احنا ولاتنا اللي درك اللي يضرب الماك اوف يطيروا. المهم هنا درت لها بعد ما طابت درت لها قرون فلفل عربي ولحت لها الدبشه ونطفي عليها باش الدبشه هذيك ما تكحالش، باش ما كحله، ونخليها تشهد يعني ترتاح تريح شويه ونسقيها. هذه بعد ما طابت وخثرت باش نقول لك على ذيك الروايح والفلفل العربي كيعود حار، غير جربوها راح تنسيكم في الشخشوخه. راح نسقيها اكيد الكسرة. نشوف الاكلات هذه تاع الشخشوخة، الحسوة، تشيشة مرمز، تشيشة فريك، البربوش، هذم كل يتاكلوا في قصعة، راهم ما يتاكلوش فرديين. يعني تاع لما يعني ديريها في قصعة وتحطيها في ميدة وتدوروا عليها، يعني مش تاكلوا واحد واحد وهي بنتها في الجملة. ومن وصفاتنا التقليدية، ونتمنى حبيباتي تجربوها. إذا كان عندك فلفل يابس كان عندك الفول يابس ديريه. الفول يابس هو اللي يخوثره، بس حكا درت فول الاخضر وجات بنينه، يعني يقضي الغرض. اكيد ديما اقضي باللي عندك، ما تقوليش هاك الحاجه ما عنديش وما نطيبهاش، ديما خلي البديل، وديما خبي في المجمد نهار اللي تجيك حصله تلقي واش عندك يعني. وهذه هي. نحطو طرف اللحم ولا الدجاج اللي طيبنا به ونزينوها بالدبشه والفلفلات كما نقولوا حنايا، الفلفل العربي، زيتون مرقد، زيتون فيولي، زيتون اخضر، كيما اللي عندك ديري بيه، بو منقوع كيما تحبي. وش هي طيبه وتجي حاره وحامضه وما تجيش خفيفه، ما تجي خاثره شويه، ما تجيش خاثره لو ما تجيش يعني خفيفه ما. وهذه هي الوصفه نتاعنا، ونتمنى حبيباتي تكون عجبتكم، واللي شهيتها في الجنه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.